السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة هي كيكة شوكولاتة، بس بصراحة ما يتقالش عليها كيكة شوكولاتة، ممكن نقول عليها جاتو، لانك فعلا هتحسي انك بتاكلي جاتو بالشوكولاتة. هنحط مكون واحد بس هو اللي هينقل الكيكة لحتة تانية خالص. مش قادرة اقولك طراوتها وقد ايه هشة وطعمها غني جدا. وكمان هنعملها ببيضتين بس. اول حاجة جبت بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، حطيت عليهم رشة صغيرة من الفانيليا. انا ما كترتش في الفانيليا لان البيكنج باودر اللي انا مستخدماه اصلا عليه فانيليا، فحطيت شوية صغيرين. حطيت عليها كمان كوباية الا ربع من السكر، وضربت البيض مع السكر كويس لحد ما لونه يكون فاتح زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي. ولو ما عندكيش مضرب كهربائي ممكن تستخدمي الخلاط بنفس الخطوات، مفيش اي مشكلة. بعد ما بيوصل البيض والسكر معايا للشكل ده، حطيت نص كوباية من الزيت، وحطيت كمان عليهم كوباية الا ربع من اللبن. برجع اخلط تاني المكونات شوية صغيرين بس لمجرد ان هما يندمجوا، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف المكونات الجافة. حطيت كوبايتين من الدقيق، وحطيت عليهم رشة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ومعلقة كبيرة من الكيك شيف او اي نوع بيكنج باودر. انا هنا مستخدمة نوع جديد اول مرة اجربه اسمه رايت شيف، عبارة عن بيكنج باودر عليه فانيليا عليه محسنات كيك. دي كانت اول مرة اجربه وبصراحة نتيجته عجبتني جدا. هنخل بقى المكونات كلها او انزلهم كده من مصفى ضيقة. لو انتي هتستخدمي خلاط هتعملي المرحلة دي بمضرب سلك، هتضربي بس المكونات اللي في الاول، ومجرد ما بتضيفي المكونات الجافة هتكملي بقية الخطوات بالمضرب السلك. ضربت المكونات الجافة مع الخليط اللي قبل كده كويس، ودلوقتي بقى هنحط اهم مكون في الكيكة بتاعتنا وهي كوباية من المية المغلية. هي دي اللي هتخلي الكيكة هشة وطرية وهتفرق جدا في النتيجة النهائية. بشغل المضرب تاني على سرعة هادية دقيقة بس، مجرد ان كل حاجة تندمج مع بعضها، وكده بيكون خليط الكيك جاهز عندي. بصوا شايفين ده بيكون القوام بتاعه، بيكون متوسط، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. جبت بقى القالب بتاع الانجليش كيك او اي صينية موجودة عندك، مدورة مربعة زي ما انتي حابة، فضيت فيها الخليط بتاع الكيكة. وطبعا الفرن شغال من قبل كده علشان يسخن، مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. بخبطها خبطتين عشان اخرج فيها اي هوا زيادة، وبتدخل الفرن تقريبا بتقعد من ساعة لربع ساعة بالكتير قوي. وهنا بعد ما خرجت من الفرن هسيبها شوية على جنب علشان تبرد. هجهز لها بقى صوص شوكولاتة كده سريع وبسيط. جبت قطع من الشوكولاتة الخام كسرتها حتت صغيرة، وضفت عليها معلقتين كبار من اللبن، دوبتهم مع بعض في الميكروويف او ممكن على نار هادية جدا او على حمام مائي. طلعت الكيكة وحطيتها في طبق التقديم، كانت هنا لسه سخنة، سبتها لحد ما بردت شوية، وبعد كده جبت العصاية بتاعة الشيش طاووق، وبدأت ان انا اعمل فيها فتحات كده كتير في كل حتة علشان هنسقيها باللبن، علشان الكيكة تكون رطبة اكتر ويكون طعمها غني. جبت بقى كوباية من اللبن وبدأت ان انا اشرب الكيكة. اللبن ده مش سخن، ده طالع من التلاجة عادي، وما تقلقيش خالص الكيكة مش هتعجن ولا هيحصل لها اي حاجة، بالعكس هتبقى طرية جدا وهيبقى طعمها حلو. هنا خلاص صوص الشوكولاتة كان جاهز. اسرع واسهل صوص شوكولاتة بعمله لما بكون مستعجلة وعايزة حاجة كده بسيطة. هفضيه بقى في الازازة دي بتاعة الصوصات. زي انتهى كده بالشكل ده، وحطيت عليها رشة من المكسرات، وده كان تزيين كده بسيط وسريع. طبعا ممكن تستكفي بصوص الشوكولاتة بس، او كمان ممكن من غير اي تزيين خالص، بصراحة هي طعمها حلو من غير اي حاجة. شايفين بقى الجمال؟ على فكرة ممكن تعملي نفس الطريقة دي بالظبط في صينية مدورة وتزينيها على انها تورتة، بتبقى حلوة جدا برضو. خلينا بقى نقطعها ونشوف شكلها من جوه.
من انجح وصفات كيكة الشوكولاتة، ومتأكدة لو جربتوها هتعتمدوها وتعملوها باستمرار. لحد هنا وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.